إمام نفخ البالونة هي هو هو، إمام داس على البالونة هي هو هي يا ولا. طبعا للاسف يعني ده في بعض الناس اللي هتشتغل على موضوع البالونه ده، وبعض الاهلاويه اللي هيطلعوا يحفلوا ويعملوا حكايات على البالونه وقصه البالونه والكلام ده كله. اللي بيحصل ده والله عبث، يعني حاجات، لان انت كمشجع اهلاوي، انا مشجع اهلاوي مبدئيا، يعني خلينا متفقين ان انا مشجع اهلاوي وغير راضي عن تصرف اللي عمله امام عاشور، واي تصرف بيحصل بالذات من الكابتن امام عاشور، وهقول لك ليه شويه كده. بس خلينا نتكلم الاول على الاهلاويه اللي هيطلعوا يحفلوا بالبالونه، وادي دونجا وادي الكابتن زيزو وداس على كلام غلط. يعني انت كاهلاوي اول واحد بينتقد بعد كده امام عاشور في الحاجات اللي بيعملها امام عاشور. يعني امام عاشور دلوقتي في البالونه اللي عملها دي، هتطلع انت تحفل وتحكي بيها وتقول لي بعد كده مش مهم لما ينزل مستواه هطلع اديله وهطلع اوضبه وهطلع اعمل فيه واسوي؟ انت دلوقتي اللي بتشجعه على الحاجات دي وترجع تنتقده فيها وترجع تلومه وتقول له ما هو انت لو مركز، ما هو انت لو سايبك من البالونه والحاجات واللي انت بتعمل، واخد لي بالونه في الشنكار ودلوقتي مستواك زي النيل، ركز يا كابتن امام. ده اللي انت هتقوله صح؟ انت مشجع اهلاوي، ده اللي انت بتعمله. يا ريت ما ننساش، بس انت اللي بتطلع تسانده دلوقتي وتقول له اعمل وسوي، والبالونه دي بيحتفل بيها ناس من جميع انحاء العالم وعادي بتعدي. وادي علي البليهي وهو بيحتفل بالبالونه، وده لاعب منتخب عمان احمد الخميسي بيحتفل في كاس الخليج بعد ما فازوا على السعوديه. طبعا هو بيرد على علي البليهي اللي احتفل بالبالونه اللي انت لسه شايف الصوره بتاعته، وادي ده من كام يوم على فكره في كاس الخليج اللي فازت بيها البحرين، بيحتفل عادي جدا. عندنا احنا مش بتعدي، والله عندنا مش هتعدي. عندك معاك اسبوع ولا 10 ايام، قصه البالونه دي هي الترندنج على السوشيال ميديا وعلى الاعلام الرياضي كله. الاستوديو التحليلي لسه الماتش خلصان والكابتن ايمن يونس قال لك ده امر غير مقبول، ازاي امام يعمل كده، التصرف ده مش بتاعنا ودي حاجات مش عارف ايه، ولازم لجنه المسابقات تتدخل وده ما ينفعش، وعمل هليله. يعني عنده يعني معلش يعني عنده شياط كبير من الموضوع ده، وناس كتير هيحصل لها شياط كتير من الموضوع ده. مش دي الصوره اللي احنا محتاجينها من الكابتن امام عاشور بكل بساطه، مش دي الصوره. انا هوريك الصوره اللي احنا محتاجينها من امام عاشور بالظبط، بس خليك معايا للاخر، وهقول لك على شويه حاجات ممكن الاهلي وفريق الاهلي يستفاد منها بالحركه اللي عملها امام عاشور. برضه صوره زي دي احنا نحب نشوف امام عاشور فيها كل ماتش كل مباراه، وامام عاشور عنده اكتر من كده 100 مره لو ركز بس في الملعب، وان هو كل ماتش يبقى رجل المباراه يقدر يعمل كده. لان في صوره تانية هجيبها لك شويه كده تثبت ده. النهارده احنا فايزين وخدنا 3 بونت ومتصدرين الدوري و15 نقطه وبتاع، فمش مشكله، افرح يا كابتن امام، ولكن احنا نحب نشوف الصوره دي على طول. دي الصوره اللي جمهور الاهلي فعلا ممكن يطلعك بيها السما. جمهور الاهلي يطلع اي حد السما بادائه جوه الملعب. امام